حلول سريعة عشان ما نتخنقش بجد. يعني بعد ما احنا خسرنا خلاص طلعنا من افريقيا، عندنا فترة نرتب فيها منتخب قوي جدا من الشباب. نبص بقى للمنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب وننقي منهم لعيبة رجالة يضافوا على اللعيبة الرجالة اللي عندنا الكبار اللي هم 5 6 بالكتير قوي، من ضمنهم اسمين، اسم مصطفى محمد واسم امام عاشور، وتبنوا عليهم الفرقة، وحمدي فتحي ومروان عطية، او بالاخص مصطفى محمد، امام عاشور، مروان عطيه، وتبنوا عليهم الفريق كامل، وحط معاهم عبد المنعم بس لو هيسترجل، يعني لو هيكمل على الوتيره اللي هو طلع بيها، اللي طلع بيها مع كروش. بجد والله، وكروش ده عنده حق والله، قال كل اللي احنا نفسنا فيه، بس احنا ساعتها ايه، الجلاله كان اخدانا. يعني ازاي يطلع محمد شريف وبوظ نفسيته، وازاي ما تلعبش قفشه، وازاي تستبعد الاثنين، واحنا كاهلاويه اخدنا الموضوع حساس شويه، وهو الراجل طلع عنده حق. الراجل قال لك انتوا احنا ما بتعرفوش تستلموا وتسلموا. بجد والله احنا الكوره دي اللي بتفرحنا. يعني احنا بنبقى شغالين طول اليوم طول النهار. ليه بقى؟ عشان نتفرج على ماتش المنتخب بالليل. ليه نتفرج على ماتش المنتخب بالليل؟ عشان نفرح، عشان نفس يعني احنا. بس احنا للاسف احنا مشكلتنا اللي احنا جيل طالع مع جيل ابو تريكه وبركات ومتعب بقى، والعتاوله بتاعت منتخب مصر، احمد حسن حسني، عبد الله ومحمد شوقي وهاني سعيد ووائل جمعه وشادي محمد وعصام الحضري الاسطوره. انا اسف، انا كنت بقارن الناس بيك بجد والله. ومحمد ابو تريكه وزيدان ومحمد ناجي جده في الاخر ويلعب كتره مش عارف، وعمرو زكي البلدوزر واحمد ياه. ده احنا جيل اتظلم اللي احنا شفنا ده. الظلم ازاي؟ اقول لك انا شفت اللعيب، انا شفت لما طلعت في الكوره بدايه لما اتفرجت كانت 2006، يعني كنت لسه عيل صغير كده، فلقيت المنتخب بتاعي بيكسب، قالوا في ارضنا. رحنا في 2008 عملنا بطوله ملهاش حل، كسبنا. رحنا 2010 قال لك بقى كفايه بقى، مغامره مصر هتنتهي. الولد محمد ناجي جده ودلعنا والمنتخب كله دلعنا، وكان عندنا كابتن قائد اسمه احمد حسن. يا جدعان ارحمونا ارحمونا، هاتوا منتخب كويس. يعني مثلا يا ريت بقى خلاص، مش انتوا كنتوا عاطيين الملف بتاع كرة القدم لحازم امام، اهو فشل فيه في اول مرحلة فشلوا، مشوه بقى وهاتوا حد تاني. ما تقرفناش والله العظيم ثلاثة، احنا اتخنقنا. يعني انا ليه اطلع ليه اطلع متعكنن بسبب الكورة يعني؟ ليه يعني بجد؟ مش كفايه المشاكل بتاعت الدنيا كلها اللي جايه علينا الايام دي؟ ليه تطلعونا متعكننين؟ يا ريت تعيدوا ترتيبكم تاني. لو انتوا فشلتوا عادي ممكن تمشي وتجيب حد تاني وينجح، يعني عادي. يعني ما احنا احسن رئيس اتحاد كوره جه في التاريخ هو سيف زاهر، سمير زاهر. سيف ده ابن اخوه سمير زاهر. كابتن سمير زاهر ما كانش بيعمل احترام لحد، بيختار الصح. وكابتن حسن شحاته كان سايب احمد حسام ميدو العالمي عشان كان قليل الادب وتطاول عليه، وكان خلاه وجاب مكانه عماد متعب وعمرو زكي وايه، ما كانش حد بيقف قدامهم. الله اكبر. ده كان اخد السيد حمدي وما كانش اخد احمد حسام ميدو. فيها يا جدعان، يا جدعان الاختيارات تبقى بالعدل. معلش محمود حماده ده مين اللي انت مختاره؟ هتشلوني والله هتشلوني. بتكلم بجد، يعني في ايه؟ وازاي كابتن فريق يمشي ويسيبنا؟ والله العظيم طلع احنا قلنا عشان اليومين دول لازم كابتن الفريق كان ليه دور اللعيب. يعني مين هيصحي يخلي اللعيبه تتجمع وتصلوا مع بعض وتطلعوا ذكاء زي ما كان الجيل بتاعنا بيعمل؟ انتوا ليه ما بتعملوش كده؟ ليه قرفتونا؟ والله العظيم ثلاثه احنا اتخنقنا منكم. احنا مش طايقينكم كلكم ما عدا 5 6، مش هنقولوا اسامي بس احنا قلنا ايه، 3 اسامي بس ايه في المنتخب. هو امام عاشور يستحق الثناء، ومصطفى محمد رجولة الدنيا، ومحمد عبد المنعم بس يشد شويه، يشد. عشان والله العظيم احنا اتخنقنا خالص. ليه بتعملوا معانا كده؟ احنا ليه احنا كشعب بتعملوا معانا كده؟ ليه مش بتدوا كل اللي عندكم؟ معلش انتوا اقل لاعب فيكم بياخد ملايين في عز اللي احنا بنسمع يلا ده طلع ده نزل ده طلع، وعمال اتكلم بسرعه عشان محدش يفهمني او ما اموتش بقى. يعني بتكلم بجد. يا ريت تعيدوا ترتيب المنتخب من جديد، من اول الاداريين لحد ما تختار رأي، يعني مدير فني قوي. مش مهم، ما تعتبرش يعني مثلا ايه، خلاص بقى شيل بقى حته بقى اللي انا ما بحبه وما بحبش، هاتوا لنا حد والله العظيم يريحنا. والله العظيم احنا اتخنقنا. يعني ليه والله العظيم انا طالع مخنوق. يعني انا لولا بس اللي انا عارف اللي انا بصور كنت ممكن اعيط، يعني ممكن اقفل الفيديو وواحد